السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم على قناتي ماي جلام تيوبر. اليوم غادي نهضر على ماسك ديال الشعر من غارني ألترا دو بالبابايا، اللي معروف بأنه 3 في 1، يعني تقدر تستعمليه أكثر من طريقة. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم المكونات ديالو، المميزات ديالو، العيوب ديالو، تجربتي الشخصية، طريقة الاستعمال الصحيحة باش تستافدوا منه. تابعوا الفيديو حتى الأخير، وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، تخليو لي لايك وكومنتير، وشكرا على دعمكم ليا. دونك غندوزو المكونات ديالو. كيف ما كتشوفوا هاد الماسك كيتكون من 98% من مكونات طبيعية، وهادو بعض المكونات الرئيسية ديالو اللي من ضمنهم مستخلص البابايا، كيعزز النعومة ديال الشعر وكيساعد على إصلاح التلف. فيه زيت جوز الهند كيرطب الشعر وكيغذيه، زيت دوار الشمس اللي هو كيعطي واحد اللمعان طبيعي وكيحمي الشعر من الجفاف، وماء نتاع جوز الهند اللي كينعم وكيرطب الشعر، خالي من السلفات والسيليكون والبارابين، مناسب الناس اللي دايرين البروتين اولا الكيراتين للشعر ديالهم. دونك من المميزات ديالو هي تركيبه كيف ما كتشوفوا اللي كتبين فيه انه 98% مكونات اللي هي طبيعيه بدون مواد اللي هي كيماويه اللي هي قاصحه على الشعر. دونك فيه 3 في 1، يمكن انك تستعمليه كبلسم من مورا الشامبوان ديالك، اولا كقناع اللي كيكون ماسك اللي غتخليه في الشعر ديالك قبل من الدوش، اولا كريم لتصفيف الشعر من مورا اصلاح الشعر التالف. والبابايا معروفه بقدره ديالها على ترميم الشعر اللي يتعرض ليها الشعر من تلف اولا الصبغات اللي كتنشف الشعر وما كيبقاش فيه داك اللمعان اولا ديك الحيويه، ما كيبانش انه فيه صحه. دونك ما كيخليش الشعر ثقيل، القوام ديالو خفيف وكيتشرب بسرعه، دونك مناسب لجميع انواع تاع الشعر خصوصا الجاف والتالف بزاف. دونك ندوزو للعيوب ديالو اولا الحوايج اللي ما عجبونيش، انه ما كيعطيش واحد الترطيب اللي هو عميق بزاف للشعر بالنسبه للناس اللي عندهم لونغور ديال الشعر ديالهم اللي هو جاف بزاف بزاف بزاف. حاجه اخرى انه ما زوينش انك فاش كتجي كتصايبي شعرك عاد تما كديري واحد شويه وكتستعمليه، كيبقى داك القوام ديالو على الشعر بحال القوام ثقيل. دونك ما كيكونش مظهر زويون، ما كيعطيه حتى شي ترطيب بحال شي دهنه دهنتيها وصايفي. القوام ديالو هو ماشي ثقيل بزاف مقارنه ببعض الماسكات اللي كتكون ثقيله بزاف. دونك هو خفيف، دونك ما كيعطيش واحد النتيجه اللي هي سريعه للشعر التالف اللي كيكون مدمر بزاف، كيكون مشوك، كيكون ما فيش واحد الترطيب في الشعر. دونك الطريقه ديال الاستعمال ديالو كبلسم، الا كنتي باغا تستعمليه اولا كنتي باغا تجربيه كبلسم، استعمليه بعد الشامبو، خليه دقيقه ومن بعد غسليه بالماء عادي. دونك اولا بغيتي ديريه كماسك ديريه على الشعر، خليه واحد 3 دقائق حتى ل5 دقائق ومن بعد غسليه بالماء. دونك اولا بغيتي ديريه ككريم التصفيف، خدي كميه اللي هي صغيره بزاف ووزعيه على الشعر المبلل اولا يكون جاف بلا ما تغسلي من موراها شعرك. دونك ندوزو لتجربتي الشخصيه معاه. انا شعري جاف طول هاد الشعر ديالي، دونك والنوع نتاع الشعر ديالي اللي هو الزغبه كتكون رقيقه. دونك بالنسبه للبنات اللي بحالي عندهم زغبه رقيقه، من الاحسن ما تستعملوش لانه كيتقل ديك الزغبه، وبالاخص الا كنتي غديريه كبلسم اولا كنتي ديجا غاسله شعرك يعني في لا دوش ديالك وكديريه، دونك راه غيطيح لك شعرك. انا عن تجربه كنقول انه طيح ليا شعري. الوغ راه ما كديريش في الفروه ديال الراس ديالك. بالنسبه للناس اللي عندهم شعر دهني بعيدوا بزاف على الفروه ديال الراس، ديروا غير في الاطراف ديال الشعر، الطوله ديال الشعر فقط. دونك انا جربته كبلسم وجربته كماسك وجربته حتى من قبل انني ما كنغسل شعري كيكون هكاك باقي ناشف. جربت يقدر يعطيني شي نتيجه، ولكن لا، ما كيعطيش نتيجه. هو في لا دوش كتحسي به انه شعرك ليس كتصايبيه اولا كينشف، ما كيبقاش داك ليفي ديال الرطوبه فيه. دونك هاد الشيء راه مع المداومه. الوغ فضلت انه نبقى في زيت جوز الهند في لا لونغور، احسن ليا بكثير انه نستخدمه، زياده انه طيح ليا شعري.
دونك انا ما كنصحكمش بيه، سورتو الناس اللي عندهم غبار رقيقه، لانه ما كتحملش ديك الثقوليه ديال الماسك اولا شي حاجه ثقيله بصفه عامه. دونك بالاحسن كبديل زوين انكم تستخدموا زيت جوز الهند، هو كيبقى الترطيب ديال اللونغور ديال الشعر. دونك راه هو فيه انواع اخرين. بالنسبه لهذا الثمن ديالو باش خديته 80 درهم، خديته من سوبر مارشي، يكونش بعض المرات اون برومو ب50 درهم الى لقيتوه. دونك بزاف الناس كيشكروا نتاع البنان، دونك انا ما جربتوش، نجربو ونرد عليكم. وهادشي اللي كاين. نتمنى تكونوا استفدتوا في هاد الفيديو هادي، ونتمنى تكونوا نكون فدتكم ونكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. وما عليا غير نقول لكم تهلاو في راسكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه، باي.